القصاري. مشي القصاري بيان صحفي عاجل من هيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة تاريخ 17/12/2025. الموضوع توضيح بشأن حالات الإنفلونزا الموسمية H3N2 والإجراءات المتخذة. السادة المواطنون والمقيمون في مقاطعة الجزيرة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة مريم عبد الرحيم أحمد، رئيسة مجلس الصحة في مقاطعة الجزيرة، وأتحدث إليكم اليوم بصفتي المسؤولة الصحية وأيضا كطبيبة أطفال. ندرك تماما اهتماماتكم ومخاوفكم كمربين. نود في البداية أن نطمئن الجميع بأن فيروس الإنفلونزا الذي يتم تداول أخباره حاليا وهو النمط H3N2 ليس عدوا جديدا أو مجهولا، بل هو أحد الأنواع المتوقعة للإنفلونزا الموسمية التي تظهر كل عام. وإن كان يمتاز بسرعة الانتقال هذا الموسم، التسميات الفيروسية قد تتغير، ولكن جسدنا وتعاوننا المجتمعي يظلان خط الدفاع الأول والأقوى. ما يجب معرفته عن الفيروس وأعراضه: هو عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، والأعراض الشائعة تشمل ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، ألم في الحلق، سيلان أو انسداد الأنف، صداع، آلام في العضلات والمفاصل، وإرهاق عام. هذه الأعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة لدى الغالبية العظمى من الأشخاص وخاصة الأصحاء، وتختفي خلال عدة أيام مع الراحة والعلاج الداعم. سبب الانتشار الحالي يعود سبب ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى طبيعة الفيروس الموسمية وقابلته للانتقال في الأجواء الباردة وتجمعات الأشخاص في أماكن مغلقة مما يسهل انتقاله عبر الرذاذ التنفسي. الإجراءات الوقائية الفعالة: نؤكد أن سلاحنا الأمثل هو الوقاية والالتزام الجماعي، ونطلب من كل فرد في المجتمع أن يكون جنديا في هذه المعركة من خلال: أولا، غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أو استخدام المعقم الكحولي. ثانيا، تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطاس والتخلص من المنديل فورا. تجنب لمس العينين والأنف بالفم بأيد غير مغسولة. الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأعراض والمحافظة على مسافة آمنة في الأماكن المزدحمة. البقاء في المنزل عند الشعور بأعراض المرض لحماية الآخرين وتعجيل الشفاء. الحرص على التهوية الجيدة للمنازل والأماكن المغلقة. تدابير هيئة الصحة والجهات المعنية: تؤكد هيئة الصحة أنها تتابع الوضع الصحي عن كثب وبشكل يومي، ولضمان سلامتكم وسلامة أبنائنا وبتنسيق كامل مع هيئة التربية تم اتخاذ قرار تعطيل المدارس في المقاطعة لمدة 4 أيام بدءا من تاريخ 17/12/2025 ولغاية 20/12/2025. قرار تعطيل المدارس يأتي في إطار احترازي إضافي لكسر سلسلة الانتشار السريع وإعطاء فرصة للتعقيم والراحة، وهو إجراء ناجح في الحد من التفاعل المجتمعي للفيروس ولضمان بيئة تعليمية آمنة. من ناحية أخرى، قامت هيئة الصحة بتجهيز كافة المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات في المقاطعة وتزويدها بالكوادر الطبية المؤهلة والمستلزمات التشخيصية والعلاجية والأدوية والمحاليل الداعمة اللازمة للتعامل مع الحالات. نحن على أهبة الاستعداد. نقاط هامة نؤكد عليها: رغم تسجيلنا لعدد من الحالات الإيجابية والتي تعكس اليقظة والفحص المبكر، فإننا نطمئن الجميع بأن الحالات الحرجة قليلة، ولا توجد مؤشرات على ارتفاع في أعداد الوفيات المرتبطة بهذا الفيروس. التركيز على الوقاية والرعاية المبكرة هو السبيل لتجاوز هذه الموجة بأمان، ونحن ندرك ما يتردد عن تسجيل حالات وفاة. نتقدم بأحر تعازينا ومواساتنا القلبية لأسر وأهالي المتوفين في محافظة الحسكة. فقدان أي روح هو خسارة فادحة لمجتمعنا وقلوبنا مع ذويهم في هذا الوقت الصعب. وفي إطار المسؤولية والشفافية وبعد التحقيق الدقيق في ظروف هذه الحالات المؤسفة التي وقعت، نود توضيح الآتي للرأي العام لتسليط الضوء على الحقائق الطبية وتهدئة المخاوف المشروعة. هذه الحالات وإن كانت مؤلمة هي حالات فردية واستثنائية، ونؤكد على حقيقتين هامتين لا تعنيان انتشار فيروس شرس أو غير معروف. الأولى، خطورة المضاعفات عند وجود أمراض أو حالات صحية كامنة ونادرة. الثانية والأهم، الخطر الحقيقي يكمن في التأخير في طلب الرعاية الطبية المبكرة والمختصة، وهذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه جميعا كالمجتمع. نؤكد مرة أخرى أن فيروس الإنفلونزا المتفشي حاليا هو عدوى موسمية معروفة، والغالبية الساحقة من الإصابات تكون بسيطة وتتعافى. الوفيات مرتبطة بحالات فردية معقدة أو بتأخر التدخل الطبي، وليست مؤشرا على شراسة عامة للفيروس. هدفنا من هذا التوضيح ليس التخويف، بل الحث على اليقظة والمسؤولية. لذلك نكرر ونؤكد على النقاط الحيوية التالية: الإسراع في مراجعة الطبيب أو المركز الصحي عند ظهور أعراض شديدة على الأطفال أو الكبار، وخاصة الحرارة العالية جدا والمستمرة، صعوبة التنفس، الخمول الشديد، التشنجات أو علامات الجفاف. الاستمرار في الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية المذكورة سابقا. جميع المرافق الصحية مجهزة ومستعدة للتعامل مع الحالات، ولدينا الكوادر والأدوية اللازمة.
كطبيبة أطفال أقول للأهالي الكرام لا داعي للخوف المبالغ فيه، فالخوف يضعف المناعة. الحذر والوعي والالتزام بالإرشادات هو ما نطلبه منكم. راقبوا أطفالكم وقدموا لهم سوائل دافئة وغذاء صحي، ولا تترددوا بمراجعة الطبيب إذا لاحظتم أعراضا شديدة أو استمرار الحرارة. المقاطعة بخير وجميع مؤسساتها تعمل كفريق واحد لصحتكم. سلامتكم هي أولويتنا. هيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة معا لصحة أفضل وأكثر أمانا.